ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. من الفترة اللي فاتت طبعا بقى انتوا كنتوا نزلت لكم الفيديو وعرفتوا انا كنت مختفية ليه عنكم. بصوا هوريكم مفاجأة. حياتي اتغيرت يعني رأسا على عقب، وهقول لكم السبب ليه. هتعرفوا دلوقتي معايا في الفيديو وهتشوفوا ايه سبب تغييرات حياتي وايه العنوان اللي انا حطاه. ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو النهارده. بس الاول هنعمل ايه؟ هنصلي على الرسول ونسمي الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الرسول كتير كتير ويلا بينا نشوف الفيديو. بصوا بقى، شفتوا بقى المطبخ بقى بتاعي اللي كان كبير والبوتاجاز الكبير والتلاجة، وكان كل الناس بتقولي مطبخك شيك قوي وجميل قوي. بصوا بقى اسوم رجعت تاني لنقطة الصفر. مش عيب ان الواحدة تبدأ تاني علشان خاطر ظروفها وامكانياتها كده. يعني الحمد لله انا جوزي ظروفه دلوقتي حتمت عليه ان احنا نعيش كده دلوقتي، او يتنقل لمكان تاني واسيب كل الشقة بتاعتي واسيب كل حاجة وابدأ من اول وجديد في الامكانيات البسيطة. بصوا بقى معايا، انا بقول لكم انا بصوا البوتاجاز 4 عيون بقى هنمشي بيه نفسنا. وادي كمان المطبخ صغير زي ما انتم شايفين. جبت الميكروويف بتاعي، جبت مطبخ كده قطعتين على قدي، جبت العجانة، جبت شوية حاجات كده ايه زي ما انتم شايفينها تمشيني. والنهارده هنعمل بقى محشي ونشوف بقى ايه شطارتنا. بصوا بقى، كان عندي مواعين وكان عندي بقى حاجات في المطبخ ليه، لان الميه بتبقى قطعه. فطبعا احنا ما كناش بنسيب مواعين، بس انا بظبط المطبخ كده وارص المواعين اللي فيه. واول ما الميه بتيجي بقى ايه ببدا بقى اشغل. طبعا انا كانت هناك في شقتي الميه على طول شغاله، هنا بقى ايه انا مش ملكي نفسي يعني. بس كده يا حبايبي، انا هنا خلاص بغسل المواعين وحطيت بقى كان عندي فراخ بلدي طلعتها عشان اسلقها برضو. وهعمل كده معاكم النهارده روتين ونتكلم شويه ونشوف بقى ايه التغيير المفاجئ ده. انا هنا بغسل مواعين، هنتكلم بقى مع بعض شويه. هتشوفوا طريقه المحشي عملته معاكم اكتر من مره في القناه، بس تقدروا تشوفوا وانتوا بتسمعوا ايه الفيديو معانا. ده هنا برضو كان طبق بانيه طلعته، قلت هتبله برضو ايه واجهز للاكل بتاعنا يعني. بصوا كده مبدئيا مش عيب ان الواحد ان هو يبدأ تاني من الصفر طالما الانسان اللي معاه ان هو يستاهل او ان هو يقدره يعني. انا الحمد لله يعني ولله الحمد. ناس كتير كتير بصل حياتي. عايزة اوجه رسالة بقى من وانا هنا يعني في الفيديو وانا بعمل المحشي كده وانا بتكلم معاكم. انتوا ما تعرفوش او انتي ما تعرفيش انتي ربنا خد مني ايه علشان يديني النعمة اللي انتي بتبصي عليها. ممكن يكون ربنا رزقك او مديكي نعمة مش عندي وانتي مش حاسة بيها. فبلاش بلاش يا جماعة فضلتوا تقولوا المطبخ وفضلتوا تقولوا البوتاجاز وفضلتوا انا سبت كل حاجة. سبت كل حاجة وبدأت من الأول تاني. يعني ده مش عيب بصراحة. بس يعني انك انت تبقي عايشة في إمكانيات كبيرة وفجأة تروحي في 3 أيام حياتك كلها تتغير وتنقلي وما تبقيش عارفة انت ربنا كاتبلك كده ليه او ايه اللي بيحصل، او انت بس يعني يعني مش ما عندكيش حرية الاختيار او انك انت تقولي لا او بس كده يا حبايبي. فزي ما انا بقول لكم كل واحد يرضى وكل واحد بلاش نبص لبعض وبلاش نحسد بعض. بلاش نقول دي السوم عندها وشمعنا. لا، انت ما تعرفيش السوم عملت ايه عشان توصل. انا تعبت في وقت ما انت كنت نايمه حضرتك في بيتك. ما بتتعبيش بتبقيش ست واقفه جنب جوزك، لا. فيا ريت كل واحد يكتفي بحياته وبنفسه. يعني ربنا اشاء ان انا اعيش الحمد لله. بصوا رغم ان المطبخ بسيط جدا، بس اهم حاجه ان احنا نبقى منظفينه. المكان مش بالعفش او بالديكورات او باي حاجه، لا. المكان بنظافته. ودايما انت لو انت عايشه في اوضه على الطوب او على المحاره هتخليها ان انت جنه. واللي متفق معايا يكتب لي في الكومنتات، واللي مختلف برضو رأيه على راسي ويكتب لي برضو في الكومنتات. هنا بقى انا كنت ايه ندخل بقى في موضوع المحشي شوية. قلت بقى ايه ما اشوف بقى ايه المحشي بتاع القاهرة زي المحشي بتاعنا ولا لا. لقيته زيه الحمد لله. الاسعار برضو ما فيش حاجة رخيصة. يعني زي بقية المحافظات يعني. هنا بقى جبت بصل وهبدأ اضربه بقى في الكبة علشان اعمل تسبيكة بتاعة المحشي. عايزه اقول لكم نقعي الخضار. انا نقع هنا الخضره في ميه وخل علشان طبعا اعقمها يعني.
بصوا كمان طلعت لي في ايديا ايه، شايفين البتاع الورمه دي اللي في كف ايدي دي؟ حد طالع له يا جماعه، يعني ربنا يشفي ويعفي عنكم، حد طالع له زي كده. انا مش عارفه، هي طلعت لي وسالت قال لي كيس زلالي ولازم يتعمل عمليه. وطبعا انتوا عارفين الظروف اللي انا كنت فيها الفتره اللي فاتت، ان انا نزلت لكم الفيديو. اسال الله يا رب ان هو يرفع عننا البلاء، ويا رب يا رب ما حد يجرب تعب الكورونا يا رب، ولا يلمس جسم حد من حبايبي متابعيني واللي انا بحبهم وعايزاهم دايما في احسن حال. مش عارفه، هي طلعت لي في ايدي كده وسمعت ان هي عايزه جراحه، ورحت لحد قال لي ده هي كيس زلالي. من كتر يعني الشغل وكده في ايديا يعني، فالاوتار عندي ضعيفة يعني. فلو حد بيتابعني وعارف ايه دي يقول لي يا ريت في الكومنتات برضه. بصوا بقى هنا اول باول بنضف ورايا، لو فاض مواعين اي حاجه بنضفها. عايزه اقول لك يعني مش معنى ان انا قاعده في شقه ايجار بقى ان انا بهدل الدنيا، لا دي امانه برضو يعني. بحافظ على الحيطان، بنضف ورايا الحنفيات، علشان دي امانه واحنا لازم نبقى قدها. بصوا هنا بقى هضرب البصل زي ما انتوا شايفين كده في الكبة. جبت الكبة بقى دي معايا، بتمشيني برضو اهو. مش عارفة مالها، كانت معصلجة مني كده شوية، بس على مين بقى ظبطتها. عملت بقى ايه البصل بتاع المحشي. طبعا يعني لا غنى عن المحشي، يعني احنا كلنا بنحب المحشي وعارفين ان النهارده يعني كان يوم جمعة، اليوم ده كان يوم جمعة، فقلت بقى ايه اعمل المحشي عشان يوم الجمعة ده بيحب المحشي. اهو هنزل كده في الحلة، حطيت زيت، وهنزل كده بعد ما الزيت سخن هنزل بنص البصلة اللي معايا، او اكتر من النص بزيادة. بصوا اكتر من النص بشوية. وهنا الفرخة عايشة بقى حياتها الناحية التانية اهو. هبدأ بقى ان انا الطماطم هضربها بقى في الخلاط. هقول لكم الاول البصله دي هفضيها، علشان اللي متابعني وعارف طريقه المحشي بتاعتي عارف ان انا بعملها ازاي. انا بحب احط كده، بحب احطها كده نيه في المحشي، بتدي طعم جميل جدا. طبعا هحط عليها البهارات دلوقتي وهظبطها كده واركنها على جنب، واكمل بقيه الشغل بتاعي. عمري ما كنت اتخيل ان انا اسيب الشقه بتاعتي، او ان انا اسيب المملكه بتاعتي، المطبخ بتاعي، كل حاجه انا عاملاها في مطبخي كانت معاكو. وكنت كل ما اجيب حاجه جديده كنت بوريها لكم، وكنت بقول لكم انا واقفه في المملكه بتاعتي. كان صعب جدا عليا جدا ان انا اسيب المطبخ واسيب الشقه بعد ما تعبت فيها وعامله كل ركن فيها بحب كده. بس صدقوني يعني كتير كتير قوي وانا عارفاهم مستكترين، ده الشقة، والشقة شكلها حلو والمطبخ فطبعا محدش بيسيب حد في حاله. فضلوا يقولوا كده لغاية لما انا سبت الشقة بتاعتي، واديني اهو زي ما انتوا شايفين بدأت من اول وجديد. كأني لسه ما عملتش اي حاجة. ومحدش يقول لي ما جبتش عفشك ليه. صعب ان انا انقل حاجتي كلها وانقل عفشي، وانا يعني قاعده في شقه ايجار، فما اعرفش هل هتستمر ولا ايه، او الدنيا هتفضل ولا مش هتفضل، فمش عارفه. فسامحوني بقى لو الفيديوهات ما كانتش هتبقى بالشكل اللي انا كنت معوداكوا عليه الفتره الجايه. بس هنحاول بقى انتوا تشجعوني وتقفوا جنبي. عايزه دعمكم، دعم منكم. يعني على قد ما تقدروا اقفوا معايا، على قد ما انا فرحتكم فرحوني. لو انا كنت عملت في يوم من الايام بس مباشر وكلمت معاكم كاخواتي وحد استفاد مني بكلمة، فرحوني واعملوا لايكات كتير واعملوا شير للفيديو. انا عايزة اللي لسه مشتركش عندي في القناة يشترك، عشان الايام الجاية هبسطكم على قد ما اقدر وعلى قد امكانياتي. هفرحكم جدا جدا، لاني انا الفترة اللي انا قعدت فيها فعلا يا حبايبي انا حاسه ان انا كنت ناقصني حاجه، والحاجه دي هي انتوا بجد عيلتي واهلي واصحابي اللي انا فعلا فعلا اكتسبتهم من اليوتيوب. ف يعني بطلب منكم الدعم، ادعموني وقفوا جنبي وساندوني، علشان فعلا فعلا الفيديو اللي انتوا بتشوفوه 10 دقايق او 12 دقيقه ده بيتصور، بيبقى يعني بيتصور كتير، يعني بيبقى متعب. بس كله يهون عشان خاطر لو اقدر اوصل معلومة لاي بنوتة لسه جديدة ولا اي حاجة. بصوا هنا حطيت قرن فلفل حامي كده في الطماطم وانا بضربه. هنا بقى البصلايه جبت بهارات محشي، وجبت هنا فلفل اسمر،
وكمان جبت ده كزبره ناشفه، وكمان كمون. وطبعا البهارات بتاعه المحشي دي عليها نعناع وعليها بهارات حلوه جدا مشكله، هاتيها من عند العطار، قولي له انا عايزه بهارات لخلطه المحشي. بصوا بقى هنا انا حاطه طبق صغير كده، احط فيه بقى معلقتي وكبشتي وحاجتي علشان ما بهدلش الرخامه، وبرده ايه نبقى كده محتفظين برده بشياكتنا برده واحنا واقفين في اي حته. هنا بقى هدعك بقى البصلايه دي جامد كده، علشان خاطر ايه تبقى احطها نيه كده على الخلطه بتاعتي. تمام كده. والله المحشي النهارده سهل جدا، علشان خاطر بس انتوا موجودين معايا فيه. عايزه اقول لكم ان ده اول مره اصور هنا في الشقه، وانا يعني قاعده بقالي 10 ايام ولا حاجه، وعملت اكل كتير، وكنت كل يوم بعمل اكل يعني مش شرط لحوم او كده، وبس ما كانش عندي الشجاعه ان انا اصور فيديوهات. النهارده قررت ان انا اصور لكم الفيديو وارجع تاني معاكم زي الاول. فشجعوني بقى وحطوا لايك للفيديو وانتوا بتتفرجوا علشان اعرف ان الفيديو عجبكم. بس كده حطيت بقى الطماطم على البصل، وحطيت الملح، وحطيت هنا معلقه من السكر. بصوا، مش عارفه هنا السكر كان عامل رطوبه ليه كده، بس مش مشكله يعني، كده كده بيدوب. حطيت بقى معلقه ملح ومعلقه من السكر، وهغطي بقى التسبيكه بتاعتي دي، وهسيبها بقى ايه تعيش حياتها كده وتتسبك علشان اعمل المحشي. اهو تمام كده. يلا بقى نقطع الخضره. اهو كنت انا سبقتكم وقطعت شويه، بعدين افتكرت ان الكاميرا مش شغاله ورجعت لكم تاني. معلش انا هطول عليكم في الفيديو علشان انتوا بجد وحشتوني جدا جدا. ده روتين كده خفيف النهارده. يعني الهدف منه ان انا اشجعك لو انت كسلانه شويه، او مثلا لو انت بنوته او عروسه لسه جديده ومش عارفه تعملي حاجه، ومثلا مالكيش خلق بقى تتفرجي على قنوات الطبخ. لا، احنا بندردش مع بعض وبنطبخ مع بعض وبنتعلم مع بعض، انا بستفاد وانتي بتستفادي، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب يجعله كل كلمه حلوه في ميزان حسناتنا. عايزه اقول لكم كمان حاجه، طول ما انت واقفه في المطبخ استغفري وصلي على الرسول، علشان خاطر هتلاقي اكلك ويومك فيه بركه، وهتلاقي كمان نفسيتك هاديه، وكمان حصلي نفسك وبيتك بافكارك، هتلاقي الدنيا حلوه معاكي وماشيه تمام. هنا قطعت الخضره. طب نصلي كده على الرسول واحنا بنتفرج، علشان يبقى الفيديو بتاعنا النهارده حلو كده ومليان كده ايه ذكر، علشان انتوا عارفين فضل ذكر والصلاة على الرسول قد ايه. فبصوا هنا بقى بقطع الخضرة اهو. انا بحب الشبت جدا جدا، اللي بيبقى كتير في الخضرة بتاعه المحشي. قطعت هنا بقى كده الخضرة كلها معايا، وكده جهز معايا كل حاجة، التسبيكة على النار، وكمان الخضرة اتقطعت والرز غسلته، وما فضلش معايا غير المشكلة. انا هناك بقى كنت بقى ايه بجيب البتنجان، بقول اللي بتاعة الخضار يعني تقور لي البتنجان. دلع بقى هنا بقى ما فيش الكلام ده، هنا بقى اشتغلي ساعدي نفسك بنفسك. فطبعا انا ما بعرفش اقور البتنجان بصراحة، بيبوظ مني، بس خلاص كنت بقطع منه كتير. بدأت بقى اتعلم ان انا ايه ما ينفعش، لا خلاص بقى اعتمد على حد انه يعمل لي حاجة، فبعمله انا لوحدي الحمد لله. وطلع يعني لو باظ منه مثلا 3 4 مش مشكلة، بس ايه يكفيني شرف المحاولة، وان مفيش طبعا حد ايد لمسته. طبعا في اليومين اللي احنا شايفينهم دول محدش لمس حاجة، وانا اللي بعمل كل حاجتي بنفسي. بصوا بقى شوية الطماطم اللي انا سبتهم هناك دول، كان عندي بانيه فقلت برضو اتبله، وطلعته من الفريزر اهو، وقلت اتبله وعينه برضو متبل، واعمل منه كده قطعتين 3، علشان خاطر ايه انا جوزي ما بياكلش فراخ البلدي، فقلت اطلع له قطعتين 3 كده على قد الغدا. اهو هسيبه بقى يفك كده ويعيش حياته براحته. وهبدأ بقى ايه نعمل ايه تاني، نشوف بقى. جبت بقى البصلايه معايا اهو، لا دول بصلتين، وكمان جبت معايا معلقتين كده من الطماطم اللي انا كنت ضرباها للمحشي. طبعا عليهم بقى فلفل قرن فلفل كده، ونزلت بمعلقتين. وعندي بقى ايه هحط خل، احط معلقه كبيره من الخل، وكمان هنزل بقى بملح وفلفل اسمر وورق لوري مطحون وحبهان مطحون. مش عندك مطحون تقدري كمان تحطيه حب، وهو يطحن في الكبه مع البصله. دي طريقتي في تتبيل البانيه. ولما كمان لو عندك بقى علبة زبادي يا سلام بتبقى جميلة جدا، بس بصراحة ما كانش عندي زبادي، وكان الولاد بيصلوا فما عرفتش بقى. ده ورق لوري مطحون اهو،
وهضرب بقى الخلطة الحلوة دي كلها مع بعض، طبعا والملح ما ننساهوش. وهضرب بقى الخلطة الحلوة دي كلها مع بعض ونتبل بيها الفراخ. تمام كده اهو. نسيت هنا الملح، بقول لكم اوعوا تنسوا الملح، وانا نسيت الملح. هنزل هنا بملح كده علشان خاطر تبقى التتبيله بتاعتي مظبوطه. تمام كده اهو. هضرب بقى البصله بتاعتي كده في الكبه، وعايزاها تبقى ناعمه علشان ما تبقاش يا زي محتحته كده، لا. هنا بقى هرجع اشوف التسبيكه. بصوا بقى الحركه اللي انا هعملها دي، انا بحب هنا احط شويه من الخضره، او بصوا شويه صغيرين كده مع التسبيكه. هي بتتسبك بتديها ريحه جميله جدا. جربي الحركه دي كده وهتعجبك وهتعتمديها على طول. اهو اقلب بقى كده، وخلي بالك علشان خاطر وانتي بتقلبي كده الطماطم، طبعا انا مش حاطه ميه فيها. فكده بصوا بقى البتنجان، انا بقى عملت التسبيكه وخلصتها. هقعد بقى كده، جبت كيس ولبسته كده في الصينيه، وهبدا بقى اشتغل. انا اشتريت المقور ده من هنا، وهبدأ بقى اشتغل واقوره كله عشان خاطر المحشي بقى. بصوا استوى بقى، حطيت له الشوربه وحشيته واستوى. بصوا بقى لونه عامل ازاي، ده كمان مش عايزه اقول لكم طعمه كان عامل ازاي. ومشطشط كده، حطيت له قرن فلفل، وادي كمان حله اللهم بارك علشان خاطر ياكلوا كده ويشبعوا. وكان الاكل بتاعنا. بصوا بقى المحشي ما استوى، يا سيدي على الجمال. بجد بجد محتاج تحطوا له لايك علشان المحشي الجميل ده ريحته توصل لكم اهو. بصوا بقى لونه وشكله، ولا طعمه بقى ما اقولكوش. وخلصت بقى الغدا وغديتهم، وادي المطبخ بتاعنا البسيط خليناه نضيف. مش مشكلة شكل المطبخ وفي المهم انه يكون نضيف. مسحت الارض وخلصت ولميت الزبالة والبوتاجاز والحمد لله. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو الجميل ده، علشان خاطر لو انتوا عايزين اكمل معاكم فيديوهاتي قولولي وانا اكمل معاكم. بحبكم جدا جدا جدا.